الثالوث إله واحد آمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن والأبد آمين. باسمكم بنرحب بزيارة المعلم إبراهيم لفرنسا وبشيط باريس ولكنيستنا في كنيسة مريمينا وبوسيفين والبابا كرولوس في كولومب. والحقيقة بركة كبيرة إن احنا ناخد بركة المعلم إبراهيم معانا. معلم إبراهيم معلم أجيال، مش عاوز أكبره يعني وأقول احنا اتعلمنا منه منذ حداثتنا، منذ أن وعينا في الكنيسة، والمرجعية بتاعتنا في الكنيسة وفي الألحان هو المعلم إبراهيم. واستحق هذا اللقب لأن المعلم بيعلم بطريقته، بألحانه، بكلماته، وحتى بسكوته. يعني عاوز الشمامسة تاخدوا بالكم حتى من سكوته في تعليم. المعلم إبراهيم من نظرة عينه كده هو في تعليم، إشارة يده فيها تعليم. سلام رب المجد معكم. أنا داخلة عشان أعلق على الكلمة اللي قالها أسقف باريس. عمال بيفخم في المعلم إبراهيم وبيقول إيه ده بيعلم بطريقته، بألحانه، بكلماته، حتى بسكوته فيها تعليم، نظرة عينه فيها تعليم، من إشارة يده فيها تعليم. بصراحة يعني أنا مش عارفة أقول لكم إيه. هنبتدي بطريقته وبألحانه وبكلماته. أسفة للجميع، لأن الأسقف يعني حقيقي ربنا مش مديله أي حكمة، ولا حكمة في الكلام ولا حكمة في الإلقاء. الرب يكن معنا علشان نعدي من هذه المحنة الرهيبة. أولا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ليها طريقتها وليها ألحانها وليها كلماتها. مش هيجي المعلم إبراهيم اللي متعلم في كنيستنا هو اللي هيعلمنا. وبعدين جاي يقول ايه حتى بسكوته في تعليم. حقيقي حتى في سكوته في تعليم. طب اوكي، وفي نظرة عينه فيها تعليم. انت متأكد ان في نظرة عينه فيها تعليم؟ طيب اشارة ايده فيها تعليم؟ انت متأكد برضو ان اشارة ايده فيها تعليم؟ طيب أنا عندي تعليق هنا بالنسبة لسكوته ونظرة عينه وإشارة إيده. إذا كان في تعليم في الحكايات دي كلها، أما لا ما علمش ابنه ليه؟ الكاهن أنطونيوس إبراهيم عياد بيخطأ، بيقف على المنبر ويقول هرطقات. وهثبت ليكم بالفيديوهات الصوتية خطأه وإزاي الأنبا رفائيل رد عليه. خليكم تابعونا. طبعا بس عاوزين نتعلم ازاي نصلي. فالمعلم ابراهيم معانا ايام قليله او ساعات قليله عشان يعلمنا ازاي نصلي بالالحان. المعلم إبراهيم هيقعد أيام قليلة عشان يعلم شعب باريس اللي بقاله قد 50 سنة، يعني نصف قرن، يعني أستاذ في الألحان وأستاذ في التسبحة وأستاذ في كل شيء. المعلم إبراهيم في أيام قليلة هيعلمكم يا شباب فرنسا الألحان. بذمتك يا أنبا مارك مش عيب عليك تقولي الكلام ده؟ يعني انت عايز تفخم في المعلم إبراهيم براحتك، لكن تكسر أبونا جرجس واللي بقاله نص قرن بيعلم فينا، والآباء الكهنة اللي قبلهم زي أبونا إبراهيم، أبونا موسى، أبونا إليشع، غير المعلم سمير اللي بقى أبونا توادرس اللي كان بيعلم الألحان. ده فيك يا فرنسا أكتر شباب في أوروبا شمامسة ومتعلمين تسبحة ومتعلمين ألحان. اوعى تفتكر يا أنبا مارك انت لما جيت علمت حد انت جيت لقيت كل حاجة معمولة. انت خدت كده ايه بيضة متقشرة وكلتها بالهنا والشفا. بس ما تجيش تقول على المعلم إبراهيم هو اللي هيعلم شعب باريس الألحان. عيب عليك. على العموم انت شاهد من اهلها، يبقى انت كده مالكش لازمه، والكهنه مالهمش لازمه، والمعلمين اللي عندنا مالهمش لازمه. هو بس المعلم ابراهيم في خلال يومين هيعلم الشعب كله. الله كتر خيرك كتر خيرك. ستنا الحلوه المؤسسه بالالحان دي ادتنا طريقه للصلاه ان احنا نصلي بالالحان. طيب كده انت لخبطتني. هو احنا اللي عندنا طريقة ولا المعلم ابراهيم هو اللي بيدينا الطريقة بتاعته؟ يعني حدد كلامك بالظبط عشان انا مش قادرة افهمك. يعني كنيستنا هي اللي ليها طريقة في الالحان، ولا زي ما قلت في اول الفيديو ان المعلم ابراهيم هو اللي بيدينا الطريقة بتاعته؟ يعني ارجوك ركز. تاريخ المعلم ابراهيم يشهد له من ايام البابا كيرلس والبابا شنوده طبعا والبابا توادرس. ليه بقى؟
انت مش قادر تركز ليه في اللي انت بتقوله؟ طب ممكن تقول بابا شنودة، البابا توادرس، لكن بابا كرولوس ايه ده؟ كان شاب يعني صغنن، وجه بقى على 71 مع البابا شنودة واتعلم في كنيستنا لغاية ما بقى معلم. لكن ايام البابا كرولوس كان صغير يعني. يا ريت تحسب حساباتك. كنا في الدير وياما كنا نشوفه في الدير، ودلوقتي لما نروح مصر برضو نسلم عليه ونشوفه، وكلكم تحبوا تتصوروا معاه وكده. كل دي حاجات جميلة، ننتهز الفرصة دي ان هو معانا. ربنا يبارك خدمته ويستخدمه لمجد اسمه ومجد كنيسته، ويدينا ان احنا نتعلم منه في هذه الساعات القليلة. تعيش وتباركنا يا معلم ابراهيم. والآن هناخد قطعة من هرطقات الكاهن أنطونيوس إبراهيم عياد، وهنشوف الأنبا رافائيل بيرد عليه إزاي. خليكم معانا وتابعونا. يسوع المسيح، يا رب يسوع المسيح أشكرك يا رب يسوع المسيح. الآباء كانوا يقولوا يا رب يسوع المسيح ارحمني ويقفوا، بس كانوا بيقولوها إمتى؟ لما يقفوا في محضر الله. ليه؟ يقول لك لما تقف في محضر الله فأنت في ملء النعمة لا توجد الخطية. يقول لك لما تقف في محضر الله فأنت في ملء النعمة لا توجد الخطية. يقول لك لما تقف في محضر الله فأنت في ملء النعمة لا توجد الخطية. فما ينفعش تقف أمام الله تقول أنا خاطي. لا لا لا. خصوص من صلوات الليترجية توري زي الكنيسة بتعلمني لما أقف قدام ربنا أقول له إيه. أول ليترجية علمها لنا المسيح هي أبانا الذي في السماوات. في وسطها بنقول له واغفر لنا إيه؟ ذنوبنا. أقول له أنا خاطي ولا مش خاطي؟ اغفر لنا ذنوبنا بس أنا مش خاطي، خلي بالك. اغفر لنا ذنوبنا بس أنا بقولها لك كده مجاملة، لكن أنا مش خاطي. يقول لي إيه ده أنت بتضحك عليا؟ تقول كلمة مش من قلبك، كلمة مش مقتنع بيها. بعد صلاة الشكر في كل صلوة بنقول مزمور التوبة، مثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، اغسلني كثيرا من اسمي ومن خطياتي طهرني، أنا عارف باسمي وخطياتي أمامي في كل حين، لك وحدك أخطأت، شر قدامك صنعت، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل أثام. في ايه اكتر من كده؟ كنيسة سلمتنا ان احنا في كل صلوة نقول المزمور 50. تخيلوا لما حد يكتب في احد الكتب يقول لك دي صلوات بتاعت اليهود مش بتاعت المسيحيين. احنا بنصلي صلاة اليهود لما نقول مزمور 50؟ امال ليه الكنيسة حطوه لنا في اول كل صلوة؟ ده مين يقبل هذا الكلام؟ يقول لك لا احنا بالمسيح بقيناش خطاه، العهد القديم كانوا يقولوا خطاه. لا طبعا، في المسيح احنا مبررين بالمسيح، لكن مهما كنا مبررين هنقف دائما امامه في حالة ايه؟ احتياج. احنا في صلوات قدوس الله قدوس القوي بنقول له يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اثامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا، بس انا مش خاطي. ده واحد بيضحك على نفسه بقى. نقول للعذراء نسألك اصعدي صلواتنا ابن الحبيب ليغفر لنا خطايانا، اشفعي فينا امام المسيح الذي ولدتيه لكي في كل ربع نختمها بقى. وكلمة ليغفر لنا خطايانا الشمامسة كل أوشية يقول لك انت في كان النوفي ناني فول، يعني ايه؟ ليغفر لنا خطايانا. امال اذا مش خطاه؟ والمجمع بتاع التسبيحة 76 ربع يتختموا كل ربع بكلمة انت في كان النوفي ناني فول، يبقى بنطلب غفران الخطايا. أنا الخاطي كلمة متكررة جدا في صلوات الليتورجية. لما نقول حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئات، طبعا انتوا عارفين دي موجودة في كل مرة نصلي كريليسون 41 مرة، وموجودة في لحن في القداس الغرغوري اللي هو ايه؟ فولي فول، لحن جميل والناس بتحبه قوي. ونقول له صنعناها بإرادتنا بغير إرادتنا، فعلناها بمعرفة بغير معرفة الخفية والظاهرة، اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب ليس خطايانا. لما في صلاة آخر رجبية نقول قوم أفكارنا نق نياتنا اشفى أمراضنا،
في بقية صلوات الإجبية والمزامير لا نكف عن التوبة وطلب الغفران، معترفين بأننا خطاة. يا رب لا تبكتني بغضبك، ارحمني يا رب فإني ضعيف، اشفيني. ولما نقول له الهفوات من يشعر بها، من الخطايا المستترة يا رب طهرني إلى آخر. لما أقول له خطايا شبابي وجهلاتي لا تذكر، كرحمتك اذكرني. من أجل اسمك يا رب اغفر لي خطيئتي لأنها كثيرة، انظر إلى ذلي وتعبي واغفر لي جميع خطاياي. احنا يعني العبارة بتاعت أنا خاطي أو اغفر لي خطاياي تتكرر كتير جدا في صلواتنا. وطبعا لما نقول مثلا ايه روحك القدوس الذي أرسلته على تلاميذك، ونقول له في الآخر لا تنزعه منا يا صالح وجدده في أحشائنا. ولما نقول طهرنا من كل دنس أيها الصالح، اقبل إليك صلواتنا واغفر خطايانا وارسل علينا نعمة روحك القدوس. كل الصلوات فيها حاجات زي كده. مثلا اقتل أوجعنا بآلامك الشافية المحية، ليس لنا دلة ولا حجة من أجل كثرة خطايانا وسوء أفعالنا، نحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك. لا ترفضي الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدتيه لأنه رحوم. كلام جميل. أقول لنا عذرا ما تسيبناش، تزعليش مننا. اقبل إليك تضرعنا وامحو عنا سق خطايانا المكتوب علينا. أنا عمال أجري صلوات كتيرة عشان ما أزهقكمش. فالتعبير بتاع أنا واقف قدام ربنا بطلب الغفران ده الكور بتاع الصلاة. يعني كل هدف الصلاة أن نحصل على هذا الغفران، ويجب أن احنا نكون كده. في صلاة الغروب دي أكتر صلوة حافظينها. هتقولوا معايا بقى إذا كان الصديق بالجهل فأين أظهر. تحبوا نشيلها بقى وبلاش أنا الخاطئ دي. أين أظهر أنا القديس، أين أظهر أنا الخاطئ. ثقل النهار وحره لم يحتمل، احسبني مع أصحاب الساعة 11. وبعدين يقول فما أكثر أن أنظر إلى علو السماء بل أتكل على غنى رحمتك، أنا لا أكثر. طبعا إذا كان الصديق بالجهد يخلص دي موجودة في رسالة بطرس الأولى، بيقول إن كان البار بالجهد يخلص فالفاجر والخاطئ أين يظهران. وأصحاب الساعة 11 قاله المسيح. عشان كده إحنا بنبقى ماشيين حسب الإنجيل. الإجبية نقلت من الإنجيل. اسرع لي مخلص لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات وقد مضى من أتكل على غنى إيه. وأقول له أخطأت يا أبتاه في السماء قدام. هي دي الروح الخاشعة المنسحقة اللي بنقدمها قدام ربنا. وطبعا صلاة الغروب مش بنقولها مرة واحدة في العمر وتاني يوم أقول له أنا خلاص امبارح بقيت قديس. كل يوم برجع أقول له أفنيت عمري في اللذات والشهوات. لما بنيجي نقول له كمان لكل إثم بحرص ونشاط فعل ولكل خطيئة بشوك هيئي لي أسباب التوبة يتزع عذراء. يعني واحد عمال يتوسل لربنا. في صلاة النوم لما نقول هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل مرعوب ومرتعب من كثرة ذنوبي. كل ده كلمات حطيتها الكنيسة ببقنا لما نيجي نقف قدام ربنا. ثقوا مش هنخرج من عنده غير لما يكون ملينا بالنعمة. طبعا ممكن اللي يعلم يقول ما تقولش أنا خاطي، يقصد بيها ما يبقاش عندنا اليأس. طبعا ولا الفشل ولا الإحساس إن احنا ضايعين. لكن هل الكنيسة لما علمتنا ده في الإيجابية والآباء اللي قالوا ده ورددوه خلينا نقول وراهم كان عندهم فشل ويأس؟ عكس ده. أنا بجيله طمعان في رحمته وواثق إنه هيعطيني أكثر مما نسأل. لما نيجي في تفضل يا رب أن تحفظنا اللي تتقال في صلاة إيه؟ النوم. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني وخلص ناسي فإني أخطأت لي. وفي تحليل صلاة النوم يا رب جميع ما أخطأنا به لك في هذا اليوم
وفي التسبيحة نقول نرسل لك إلى فوق التمجيد اللائق ونفوز بغفران خطايانا كثير. تخيلوا في قطع الخدمة الأولى في نص الليل: تفهمي يا نفس ذلك اليوم الرهيب واستيقظي وأضيء مصباحك بزيت البهجة. هل ده فيه يأس ولا فيه تنبيه للنفس؟ لما أقول أعطني يا رب ينابيع دموع كثيرة كما أعطيت منذ القديم للمرأة الخاطئة، أقتني لي عمرا نقيا بالتوبة. لما أقول إذا ما تفطنت في كثرة أعمالي الردية يأتي على قلب فكر تلك الدينونة الرهيبة تأخذني رعدة، فأعمل إيه؟ فأهرب إيه؟ منك ولا إليك؟ شوفوا الجمال هنا، أنا خايف منك فبهرب لك. مفروض لما أكون خايف من حد أهرب منه. تأخذني رعدة فأهرب إليك لأنك أنت الملجأ. وأقول لك لا تصرف وجهك عني يا من أنت وحدك بلا. طب لما أقول له أنت وحدك بلا خطية معناها إيه؟ أنا خاطئ. ولا أقول له على فكرة أنت وحدك بلا خطية بس أنا كمان بلا خطية، أنت بررتني. مفيش حاجة زي كده. الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد.